السلام عليكم. ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ خليني اسالك سؤال قبل ما نبدا. سمعت حد بيقول لك ان ده بيوصل 6000 دولار اخر السنه، واحد تاني بيقول لك لا خلي بالك ده بيوصل، هينزل لحد 300 3500 دولار اخر السنه، وواحد تالت بيقول لك لا هيبقى رقم تاني خالص. طب والحقيقه فين في كل ده؟ كل واحد فيهم ممكن يكون صح في وقته. المشكله مش ان الناس بتكذب، المشكله ان السوق نفسه بيتغير كل يوم بخبر جديد. أنا النهاردة هوريك الأرقام والحقائق اللي بتحرك بيها السوق فعليا، وأنت اللي هتقرر. أهلا بيك في نبض الذهب. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، وتضغط لايك، ولو عندك كومنت سيبهولي تحت. أول نقطة هنتكلم عليها النهاردة هو زلزال الصين في سوق الذهب. نبدأ بحدث كبير مش كل الناس واخدة بالها منه. الصين هي أكبر لاعبين في سوق الذهب عالميا. بنوكها الكبرى رفعت الهامش المطلوب للتداول على الذهب والفضة بنسبة وصلت لحد 140% في بعض البنوك. يعني ايه هامش؟ الهامش هو المبلغ اللي المستثمر لازم يدفعه كضامن عشان يفتح صفقة تداول. أما البنك يرفع الهامش إن بيخلي المضاربة أصعب وأغلى، وبيقلل عدد الناس اللي هتقدر تدخل السوق بمبالغ صغيرة. مش كده وبس، بنوك كبرى زي البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الادخار البريدي أعلنوا وقف تداول الذهب الورقي للأفراد تماما. السبب الرئيسي للي حصل ده ان هو بيحاولوا يقللوا المضاربات الزيادة، او معنى صح بيقللوا المضاربة وبيقللوا المخاطر على البنوك نفسها بعد فترة من التقلبات العنيفة في الفترة اللي فاتت. التأثيرات الفعلية لحد دلوقتي محدودة نسبيا، لأن القيود دي موجهة بالأساس للمستثمرين الأفراد الصغيرين، مش للمؤسسات الكبيرة ولا صناديق الاستثمار. ولكن على المدى المتوسط تقليل عدد المضاربين ده من الممكن يقلل من حدة التقلبات اللي بتطلع، سواء صاعد أو هابط، الحاجات السريعة اللي احنا بنشوفها في السوق واللي احنا شفناها الفترات اللي فاتت. النقطة المهمة هنا اللي أنا عايز أقولها لك إن القرار ده مؤشر على حتى إن الجهات الكبرى بقت قلقانة من حجم المضاربة. ده في حد ذاته معلومة لازم تاخد بالك منها جدا. النقطة التانية في الفيديو بتاعنا النهاردة الدولار والذهب والعلاقة العكسية اللي ما بينهم. نيجي بقى للسؤال الأهم، هو الدولار رايح على فين؟ لأن زي ما أنت عارف لما الدولار يضعف الذهب غالبا بيقوى، والعكس بيحصل. في تطور لافت البنوك الاستثمارية كبرى زي مورجان ستانلي وكريدي أجريكول وفي بنوك تانية كتير غيروا نظرتهم للدولار من إيجابي لأقل تفاؤل. والسبب إن هم شايفين إن قوة الدولار الحالية بقت مبالغ فيها مقارنة بالأساسيات الاقتصادية الحقيقية، وإن فرصة جني الأرباح من مراكز الدولار بقت كبيرة، خصوصا لو ظهر بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وده فعلا اللي حصل. بيانات الوظائف الأمريكية الأخير لشهر يونيو جت أضعف من المتوقع بشكل واضح، إضافة 57 ألف وظيفة بس، مقابل توقعات كانت وصلت لحد 110 ألف وظيفة. وده رقم ضعيف جدا، ونتيجة مباشرة لده احتمالات رفع الفايدة في سبتمبر القادم قلت بشكل ملحوظ حسب أدوات ترقب قرارات الفيدرالي من حوالي 67% نزلت لأقل 50%. طيب ليه ده مهم للذهب؟ لأن انخفاض الفايدة بيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل زي الذهب اللي ما بيديش عائد دوري زي الفوائد أو الأرباح. يعني كل ما الفايدة تنزل كل ما جاذبية الذهب كأصل استثماري بتزيد. بس خد بالك، ضعف الدولار لوحده مش كفاية عشان يرفع سعر الذهب أو بشكل مؤكد ومستمر. لازم يبقى معاه خفض فعلي للفايدة. طيب والنقطة الثالثة اللي معانا في الفيديو هي توقعات جولدمان ساكس. جولدمان ساكس هو واحد من أكبر بيوت الاستثمار العالمية، خرج بمذكرة تحليلية مهمة قال فيها إن الموجة الصاعدة الكبرى للذهب لسه ما خلصتش، ومتوقع إن الذهب يستعيد زخمه الصاعد خلال الفترة القادمة. وقال كمان إن الهدف الأول اللي حدوده هيبقى 4900 دولار للأونصة، والهدف النهائي بحلول نهاية السنة هيكون 5400 دولار للأونصة. والأساس اللي بنوا عليه التوقع ده هو استمرار مشتريات البنوك المركزية حول العالم للذهب كجزء من احتياطاتها، وتوقع عودة تدريجي للاستثمار في صناديق الذهب المتداولة اللي بتعرف باسم ETFs. كمان المحللين ذكروا نقطة مهمة جدا، مخاطر الصعود لسه أكبر من مخاطر الهبوط، وده على المدى المتوسط والبعيد في تقييمهم. ولكن مهم جدا تعرف إن كل التوقعات اللي اتقالت دي توقعات طويلة الأجل. يعني محدش بيتكلم في من خلال الشهر ده أو الشهر الجاي،
كلهم بيتكلموا في خلال الأفق الزمني إن هو لحد آخر السنة. النقطة الرابعة اللي معانا في الفيديو: المخاطر لسه موجودة. مع كل الأخبار الإيجابية اللي احنا بنسمعها اليومين دولت، لازم تبقى عارف كويس إن المخاطر نفسها لسه موجودة، ممكن تقلب موازين السوق في أي لحظة. يعني مثلا ممكن الرئيس الفيدرالي أشار إن مخاطر التضخم تراجعت فعلا مقارنة بالفترة اللي فاتت، ولكن أكد في نفس الوقت إن مهمة البنك المركزي في إعادة التضخم لمستوياته المستهدفة لسه ما خلصتش. فنيا الذهب لسه محتاج يكسر ويستقر فوق مستوى مقاومة مهمة حوالي 4250 دولار للأونصة عشان نقدر نقول بثقة إن هو في اتجاه صاعد مستمر وبدأ فعليا. لحد ما ده يحصل، الاتجاه العام لسه بيتم وصفه إن هو هابط أو متردد على المدى القصير، حتى لو في محاولات صعود مؤقتة، ولكن لسه الاتجاه هابط أو متردد. التوترات الجيوسياسية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا مضيق هرمز والملف الإيراني، لسه عامل مؤثر في الإشارات الإيجابية. ومؤخرا حصل تقدم في محادثات غير المباشرة ما بين أمريكا وإيران، وده ليه تأثير مهدئ نسبيا على الأسواق، ولكن أي تصعيد مفاجئ ممكن يقلب الصورة بشكل تام. وفي بيانات اقتصادية أمريكية مهمة جدا هتصدر خلال الشهر ده، وهي اللي هتحدد اتجاهات القرارات الفترة الجاية. بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين، بيانات أسعار المنتجين، اجتماع ومؤتمر الفدرالي الأمريكي وقرار الفايدة، بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وده واحد من أهم المقاييس المفضلة للفدرالي الأمريكي عشان يقيس التضخم. كل البيانات اللي فاتت دي لو جت أقوى من المتوقع ممكن تدعم فكرة استمرار السياسة التشددية للفدرالي، وده هيضغط على الذهب، ولو جت أضعف العكس هيحصل. وآخر حاجة في الفيديو عندنا أسعار الذهب في مصر وإحنا بنسجل الفيديو. عيار 18 سعر البيع 5555، سعر شراء 5015. عيار 21 سعر البيع 5900، سعر الشراء 5850. عيار 24 سعر البيع 6745، سعر الشراء 6685. الأسعار دي جت مدعومة بصعود عالمي بعد بيانات الوظائف الأمريكي الضعيف، خلى الذهب يسجل أول مكسب ليه أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من التراجع، وبعد فترة كانت من أسوأ فتراته في أكتر من 10 سنين من ناحية الأداء الفصلي. عالميا الأونصة بتتحرك في حدود 4175 و 4190 دولار، وده تحت مستوى المقاومة اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو. مهم جدا الأرقام دي بتتغير يوميا ولحظيا، خد بالك أي رقم بتسمعه في الفيديو لازم تتأكد منه وقت الشراء الفعلي من مصدر محدث، ما تعتمدش على رقم سمعته من كام يوم. السوق مش أبيض وأسود، وفي أخبار إيجابية وفي أخبار سلبية، والاتنين بيأثروا على سعر الذهب، فلازم ما يشغلكش إن الذهب هيوصل كام، لأن مهما كان حجم الشخص أو المؤسسة اللي أنت بتسمع لها، محدش يقدر يجزم بالظبط الذهب هيوصل لفين. المفروض اللي يشغل بالك فعلا، هل انت مستثمر طويل الاجل ولا مضارب قصير الاجل؟ لان اجابة السؤال ده هي اللي هتحدد قرارك، مش اي رقم بيتقال في الفيديو. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، تفعل زر الجرس، وتشترك اكيد في القناة. ولو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنت. شكرا ليك، سلام.